السلام عليكم وهلو هلو مساء الجمال والسعادة عليكم يا أحلى إماراتي يا أمارات، وحشتوني بجد جدًا، جدًا، يا رب تكونوا بخير النهارده ويكون يومكم عدّى عليكم وأنتم في أفضل حال يا رب، اللهم آمين. أهلًا بيكم النهارده بفيديو جديد معانا كده ميكس حلو، سيدة مغربية وكمان هنشوف ميكس خليجي حلو أوي لسيدات بقى سعودية من الكويت من الإمارات، يعني هنلاقي كده أفكار مختلفة باتمنى إن هي تعجبكم وتلاقوا حاجة تستفيدوا بيها إن شاء الله في الفيديو كده لبيتكم وتخلّوه دايمًا في أفضل صورة. تعالوا نتابع مع بعض الفيديو، بس بدايةً لازم أرحّب بيكم وأشكركم على كلامكم الحلو، أحلى وفاء من المغرب شرّفتيني ونوّرتيني، وكمان أحلى وهيبة من الجزائر باشكرِك جدًا، جدًا، اخواتي بقى الغاليين أحلى نُهى يعني ما تغيبيش علينا تاني وحشتيني بجد أوي، وأحلى شوشو طبعًا وأحلى سوسو، أحلى بنات كده باحبهم واخواتي الغاليين بجد، ونادية باشكرِك جدًا على كلامِك الجميل، يا رب كده أكون قد ثقتِك دي، وأكون عند حُسن ظنكم كلّكم دايمًا باختيار الفيديوهات اللي تقدر إن هي تفيدكم وتعجبكم. متنسوش بقى دعمكم ليّا النهارده كمان باللايكات الحلوة، وكمان تعليقاتكم اللي أنتم دايمًا بتسعدوني بيها، وأكيد طبعًا لو أول مرة تشوفيني وعجبِك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب اللي تحت الفيديو، واكتبي لي اسمِك علشان أرحّب بيكِ إن شاء الله في الفيديو الجاي. تعالوا نبدأ بقى أول سيدة معانا كده وهي سيدة إماراتية، هي مهندسة ديكور فطبيعي بقى إن هي تعمل اللمسات الديكورية الجميلة جدًا في أجواء رمضان، وهنشوف كمان كام فكرة ليها كده مش مرتبطين برمضان، بحيث ناخد كمان برضه أفكار مختلفة منها. شايفين بقى لمّا بدأت تعمل كده يعني على الكونسول بتاعها طريقة حلوة جدًا للتقديمات، مع شوية من الأفكار، يعني فانوس أو مع شمعدان وكمان التابلو الريزن اللي مكتوب عليه رمضان كريم برضه من الحاجات الديكورات الشيك جدًا والجديدة، بنحاول كل كده ما بيهِل علينا رمضان من سنة للسنة بنشوف إيه الحاجات اللي بتكون جديدة، بنحاول إن إحنا نضيفها في لمسات البيت عندنا، طبعًا دي حاجة إحنا مش مطالبين بيها على طول يعني فاهمين؟ لكن لو متاح إن أنتِ بتحطّي لمسة جديدة عندِك في البيت بتبقى حاجة برضه لذيذة، وكلّنا بنبقى فرحانين أوي بالأجواء دي، بعيد عن الديكورات والزينة والحاجات دي، أجواء الشهر نفسه بتكون حلوة، الحاجات اللي بتكون مرتبطة بيه كمان بتكون جميلة جدًا وبتضيف البهجة للبيت، فبدأت تورّينا كمان كام فكرة كده إزاي بدأت تخلّي التقديم بتاعها كمان يكون مميز ويكون حلو. زي ما قُلت لكم هي سيدة إماراتية مهندسة ديكور، فطبيعي إن اللمسات بتاعتها تكون شيك جدًا في كل أركان البيت عندها، في كل مكان بتحاول إن هي تعمل حاجة تكون مميزة، زي ما إحنا شايفين كده حتى الcoffee table بتاعتها كمان تقديمات الشاي، وخلّي بالكم كده من أفكار الديكورات المختلفة في البيت ككل، هتلاقوا إن هو مليان من الأفكار الشيك جدًا، الإضاءات، اللون الأبيض الفاتح، وكمان الزرع الأخضر. شايفين الميكس الحلو اللي مدّي روح كده للبيت، واستخدامها كمان للورد، زي ما باقول لكم هنشوف كده كام فكرة منها سريعة العادي بتاعها مش في أجواء رمضان، شُفنا إن هي غيّرت الديكورات اللي كانت موجودة على الكونسول بتاعها والتابلوهات اللي كانت على الحيطة، وضافت إزاي أجواء رمضانية، البيت عندها ألوانه فاتحة فده مساعدها إن هي تبدع كمان في أفكار الديكورات بتاعتها، ما تبقاش مقيّدة بلون واحد. فكانت برضه كل التقديمات بتاعتها وكل الstyle بتاع الديكورات بتاعها بيكون مميز جدًا، فدي كده كانت معانا أول سيدة شُفنا ليها أجواء رمضانية وشُفنا أجواء كمان في أيامها العادية، الاتنين بجد أحلى من بعض ما شاء الله، ربنا يهنيها ويهنيكم أنتم كمان يا أحلى أميرات. تعالوا ندخل بعد كده على السيدة الكويتية، السيدة التانية اللي معانا النهارده كنا شُفنا ليها فيديو قبل كده مع بعض وكان عجبكم لكرم الضيافة الكويتية والتقديمات المختلفة بتاعتها، النهارده تعالوا نتابع شوية تفاصيل وأجواء رمضانية كمان معاها، بدأنا أول حاجة معاها المبخرة الجميلة وطقم المبخرة والشموع، لذيذ أوي وحلو ومناسب طبعًا جدًا لرمضان، وكمان برضه الحاجات اللي بتبقى خاصة بقى بالاسم دي يا جماعة بتبقى حلوة أوي، لمّا بتعملي حاجة special كده عندِك في البيت بالاسم بتبقى لذيذة، أو بتهادي بيها حد كمان بتبقى حاجة لذيذة أوي، فبدأت إن هي تعمل الطقم الجديد، بعض أفكار كمان التابلوهات أو الإطارات اللي ورا الحاجات الhandmade دي برضه، بتبقى حاجات حلوة أوي، أوي، بتحسي إن أنتِ عملتِ حاجة مش موجودة في أي مكان، مش حاجة تقليدية يعني، وطبعًا في ناس يعني بتحب أوي الحاجات الhandmade دي. فدي برضه من الأفكار اللذيذة عندها، وكمان بدأت إن هي تجيب الطقم اللي أنتم شفتوه الحلو جدًا ده بألوانه المختلفة، اللي هو فوطة السفرة ومعاها الرنج بتاعها الأشكال الرمضانية، وكمان برضه معاها زي stand كده تقدر تحط فيه لو أنتِ عاملة عزومة تحطي له مثلًا دعاء الفطار أو تكتبي حاجة كلمتين كده حلوين، طقم برضه لذيذ جدًا للعزومات. عايزة أقول لكم إن إحنا الحاجات اللي إحنا بنتفرج عليها دي يعني عشان برضه ما نقولش إن إحنا الحاجات دي over أوي أو السيدات يعني كل الحاجات دي بتبقى كتيرة، يعني جابت طقم مثلًا
مش هتجيب منه لونين مثلًا أو 3 عندها، ما كفاية واحد. في بعض السيدات بتعمل الحاجات دي كنوع من أنواع الدعاية، يعني بتاخد عليها أكيد طبعًا أجر على الدعاية بتاعتها للمتابعين بتوعها، فدي برضه كانت من الحاجات اللي أنتم برضه عشان ما تقولوش الكميات كتيرة أو الحاجات كتيرة ومش معقول كل ده يكون موجود، في بعض الحاجات دي طبعًا بيكون ده الشغل بتاعها، ف فإحنا بنتابع مع بعض الأفكار المختلفة بعيدًا عن إذا كانت الحاجة دي فعلًا موجودة عندها أو لأ، إحنا بنشوف أفكار للحاجات اللي ممكن تكون موجودة في السوق، بناخد تريكاية أو فكرة من سيدة في التقديم بتاعها أو في الأدوات بتاعتها، نقدر إن إحنا نلاقي زيها أو نعمل زيها، فإحنا كمان بنستفيد بصرف النظر إذا كانت هي بتعملها دعاية أو الحاجات دي موجودة فعلًا عندها أو لأ. ده هنا كمان برضه ستايل عربي حلو أوي النخلة الجميلة، مع كمان الأطباق اللي بشكل هلال، تقديمات القهوة والشاي دي طبعًا من الحاجات الأساسية في الدول الخليجية، فبرضه بدأت إن هي تورّينا كمان أفكار التقديم بتاعتها. تعالوا نكمّل معاها أفكارها كمان وبعض الأفكار كمان المختلفة اللي ممكن يعني حسّيت إن هي ممكن تكون ينفع نعملها طول السَنة، يعني إحنا بنقول في رمضان فوانيس بقى والحاجات اللي مكتوب عليها رمضان وكده، لكن هي بدأت تعمل ديكورات كمان ممكن تكون نعملها في أي وقت، زي فكرة المأذنة أو المسجد، فكرة الحاجات اللي معمول عليها الهلال ممكن إن إحنا نضيفها طول الوقت عندنا في البيت. إحنا لو أنتم مش بتحبوا الزينة أو الديكورات بتاعة رمضان وحاسين إن الموضوع يعني مش للدرجة دي، هو شهر عبادات وكده، دي حاجة طبعًا إحنا كلنا يعني ما اختلفناش عليها، بس فعلًا التغيير في البيت وإضافة حتى لو لمسة بسيطة أوي وتغيير بسيط أوي، بتحسي إن أنتِ غيّرتِ من نفسيتِك، يعني فاهمين؟ إحنا طول الوقت عندنا ضغوطات وعندنا حاجات كتير وبنجري ورا بعض كده طول اليوم، ربنا يا رب يقويكم ويعينكم، فالحاجات دي يعني هي بتغيّر شوية من الmood بتاعنا، يا رب كده يسعدكم ويقويكم ويحفظكم، اللهم آمين. تعالوا بقى ندخل على السيدة المغربية الجميلة اللي كلنا بنحبها وأفكار الديكورات بتاعتها، شُفنا بدأناها في أول الفيديو تقديم السفرة المميز بتاعها، كنا شُفنا ليها أفكار قبل كده قُلت لكم إن هي ديكورات للسنة اللي فاتت، لكن النهارده بقى يعني مقطع كده حلو أوي من أول ديكوراتها الجديدة للسنة دي، وبعض أفكارها كمان في السفرة بتاعتها المميزة، فكرة المفرش أو الكوستر اللي أنتِ بتحطيه تحت الأطباق بتاعتِك لكل شخص ليه الحاجة بتاعته، بتبقى شكلها حلو أوي وبتخلّي التقديم بتاعِك بيكون مميز، إحنا ممكن نعمل ده طول الوقت عندنا في البيت، يعني حاجة ما هياش صعبة، لكن لو أنتِ مستصعبة الموضوع حاولي حتى تضيفيها في العزومات، رمضان ما شاء الله يعني دايمًا يفضل بيتكم كده مفتوح، الحبايب بتتجمّع، فحتى لو أنتِ عملتِ حاجة زي دي كده يعني هتدّيهم بهجة حلوة كده برضه، هتكون الجو مختلف. تعالوا كمان برضه نشوف بعض أفكارها كمان للديكورات، بعض الديكورات الجميلة بتاعتها كمان متعودين إن إحنا نشوف منها ستايل ديكورات واللون الدهبي وسميناها السيدة المغربية الذهبية مع الستايل باللون الأبيض، زي ما قُلت لكم كده الفيديو ما بين الحاجات الرمضانية وبعض الحاجات كمان اللي مش مرتبطة برمضان، نقدر ناخد كل سيدة الفكر بتاعها إيه، سواء كان في الأيام العادية بتاعتها وستايل البيت عندها، وكمان أجواء رمضانية إزاي بتحوّل ده لده بكل سهولة بأفكار ديكورات ممتعة جدًا ومبهجة جدًا، جدًا. تعالوا ندخل بقى أخيرًا على السيدة السعودية وأفكارها كمان اللذيذة أوي، متأكدة إن هي هتعجبكم، ليها كام فكرة كده حلوة جدًا كده هنشوفها مع بعض. بدأنا أول حاجة معاها في الcorner بتاع القهوة والشاي من الحاجات الأساسية زي ما باقول لكم للدول الخليجية بتبقى موجودة في التقديمات بتاعتهم كمان، وكمان بدأت تورّينا style حلو بقى الماكيت الرمضاني مع الفوانيس، التعليقات كمان اللي على الحيطة، الحاجات كلّها كده لايقة مع بعض، سواء بقى طقم على بعضه أو سواء إحنا بنقدر نوفّق قطع مع بعض أو نوفّق ألوان مع بعض، بتدّينا كده جو حلو للcorner اللي إحنا عاملينه. تاني فكرة معاها وأطباق التقديم اللي قد إيه شكلها بجد حلو، 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 يعني أنا عن نفسي لو شُفتها قدّامي أنا هاجيب منها، حبيتها جدًا بشكل المدفع وشكل المسحّراتي، بجد كده style حلو لمّا يكون موجود على سفرتِك أو على الترابيزة بتاعتِك، ما شاء الله شكله بجد مميز جدًا وجديد جدًا، بدأت تورّينا كمان برضه أفكار التقديمات بقى، يعني ينفع تحطّي بقى فيه أي حاجة سواء على السحور، على الفطار، الحلويات، وحتى كمان الطقم التالت برضه بالعبارات بقى شرفتونا ورمضان كريم أو مبارك عليكم الشهر، الحاجات زي ما باقول لكم اللي بيبقى مكتوب عليها العبارات الرمضانية دي بتدّي برضه جو حلو، الحاجات اللي موجودة بالخطوط العربية بتدّي
جو حلو. كل سيدة ليها الإبداع بتاعها، وكل سيدة ليها نظرتها كده الحاجة دي هتبقى شكلها مميز عندي، الحاجة دي تقليدية، طب الحاجة ديّة هتبقى أحسن، يعني كل واحدة بتحاول إن هي تجرّب وتوفّق لحد ما بتوصل لأفضل شكل طبعًا. ده بقى كمان برضه من الأفكار اللذيذة أوي حبيتها، هي مكان برّه outdoor كده على الroof بقى أو في التراس برّه، لمّا بدأت إن هي تعمل قعدة بأجواء حلوة، أطباق التقديم شكلها مميز كمان وحلو، الديكورات اللي عاملاها، القماش الخيامي اللي داخل فيه، التفاصيل الموجودة، الحاجات اللي عاملاها على الأرضيات أو على الحيطة، جو مختلف تمامًا، عندكم بقى على السطوح فوق البيت أو في بلكونة، اعملوا جو زي ده كده بجد هيفرق معاكم جدًا، جدًا. يا رب يسعدكم ويحلّي كل أيامكم ويخلّيكم تقدروا تعملوا كل حاجة أنتم نِفْسكم فيها، يهِل عليكم شهر رمضان وأنتم في أفضل حال يا أحلى إمارات، ودعواتنا ما تنسوش كل يوم كده ادعوا طول الوقت لأهل فلسطين، يهِل عليهم رمضان وهُم في أفضل حال يا رب وينصرهم يا رب اللهم آمين ويستجيب لدعواتنا جميعًا. ده كده كان فيديو النهارده أفكار يعني حاولت على قد ما أقدر أدخّل لكم mix حلو أوي، أوي من السيدات المختلفة، كل سيدة وليها جمالها وأنتم كمان كل أميرة منكم ليها جمالها. يا رب يسعدكم بحياتكم، باشكركم جدًا على حسن المتابعة، يا رب يكون الفيديو كده نال إعجابكم، ما تنسوش بقى لايكاتكم قبل ما يخلص وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدوني بيها، ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله بفيديو جديد، أفكار جديدة وسيدة جديدة، ناخد تريكات لبيتنا عشان نخليه دايمًا في أفضل حال إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو الجاي أميراتي وسلام.